كنرحب بكم متابعينا الأوفياء وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادين فيديو جديد ووصفة جديدة، ومن بين الوصفات اللي كان من المفروض أنني بارطاجيها معكم، وكيف ما كنقول دائما وقتاش ما جا الخير كينفع. كيف ما كتلاحظوا غادي نحضر معكم صفوف هماوي، صفوف ملكي معلق ناجح بكل المقاييس. وكيف العاده خليكم معايا باش تشوفوا الوصفه من الاول حتى الاخير مع جميع المراحل ديال التحضير، مقادير اسرار نجاح الوصفه كيف ما عودتكم دائما. ما تمشيو فين، خليكم معايا على بركه الله. غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كنرحب بكم متابعينا الاوفياء مره اخرى، وغادي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. وكاول قاعده غادي ندوزو للمقادير. مقادير اوليه غنحتاج معكم كيلو ديال اللوز، اكيد اللوز البلدي. غنحتاج معكم كيلو ديال الزنجلان كذلك هو مثال، كيلو لارب ديال الكاوكاو بلا قشور، وكيلو لارب ديال الكاوكاو البلدي. بالنسبه للاخوات الا بغيتوا تستعملوا اي نوع ديال الكاوكاو فكيبقى لكم نتوما الاختيار، حتى الزنجلان الا بغيتوا تستعملوا الزنجلان الرومي فكيبقى لكم نتوما الاختيار. انا هنا عطيتكم المكونات اللي كنخدم بها باش هكا حتى لوغو كيجي زوين، يعني داك الصفوف ديالكم كيجي بنين. يعني كتعرفوا ان الزنجلان بلدي كيكون المذاق ديالو بنين. كذلك ومثال حتى اللوز البلدي، يعني كل ما استعملنا حاجه بلديه الا كيجينا الصفوف ديالنا معلق، اكيد ولد حاضر بقوه. بعكس الا استعملنا اللوز الرومي كذلك الكاوكاو الرومي فاكيد كتكون شويه الكاليتي ناقصه. على بركة الله غادي ناخدو اللاطة ديال الفران، غادي ندير فيها الكاوكاو البلدي اكيد مع الكاوكاو اللي بلا قشور. بالنسبه لكم الا بغيتو تستعملوا الكاوكاو اللي بالقشره عاد تفركوه فالثمن كيكون ناقص غير واحد 60 ريال، لذلك كيبقى لكم نتوما الاختيار. هنا غادي ندخل هكا الكاوكاو ديالي الفران ديال الضو، غنديرو على 250 درجه ودائما مع التحريك المستمر، يعني الفران كنشعلو من التحت ومن الفوق. كذلك ومثال كنستعمل الزنجلان ديالي اللي كيكون مغسول منقي وكنخليه حتى كينشف مزيان، عاد كنديرو هنا في اللاطه وكندخلو الفران. واهم حاجه انكم كتدخلوا هكا الزنجلان والكاوكاو دائما مع التحريك والمراقبه المستمره باش هكا ما يتحرق لكمش الزنجلان ديالكم. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا غادي ناخذ اللوز غادي نقسموه على زوج، يعني غادي ندير 500 غرام غادي نخليها بالقشره ديالو، يعني غير غادي نمسح داك اللوز وغادي نحمرو. بالاضافه للنصف الثاني فانا غادي ناخذ اللوز غادي نفسخو معكم كيف ما كنخدم دائما في العقده ديال اللوز اللي سبق لي درجتها معكم في فيديوهات. واذا بغيتوني نبارطاجي معكم العقده بوحديتها راه ما كايناش في القناه، ان شاء الله غادي نبارطاجي فيديو عليها. يعني غادي يكون ان شاء الله باذن الله فيديو اللي هو مفصل، يعني بشرح اللي هو مفصل، يعني اذا كنتوا باغيين الوصفه بهذه الطريقه. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا خديت واحد اللاطه حتى هي غادي نستعمل فيها اللوز بالقشره ديالو اللي كنمسحوه، كندخلوه للفران هكا باش غادي نطحنوه بالقشره ديالو، كيعطينا واحد الطعم اللي غزال، و ميم طون كيعطينا حتى اللون لداك الصفوف كيجي ما شاء الله، يعني صفوف اللي ماغون واعر. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا غادي ندخل اللوز ديالي دائما مع المراقبه المستمره، كنقسمو ساعه ساعه واحد الحبه ديال اللوز وكنتاكدوا منها. من بعد ما كيتحمر اللوز فانا كنطحنو على شكل بخاليني، كذلك ومثال كنطحن كميه ديال الزنجلان، كميه ديال الكاوكاو، وكميه ديال الكاوكاو البلدي. فبالنسبه الى كانت عندكم كيلو لارب ديال الكاوكاو كتحتفظوا برابعه كديروها هادشي وكطحنوا رابعه بخاليني، والرابعه الاخرى ممكن تخليوها شويه تكون غليظه، ودائما كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا كنقول لكم الطريقه اللي خدمت بها وانتم ديروا اللي كيريحكم. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا غنحتاج معكم في المقادير باش غنجمعوا الصفوف ديالنا. عندنا جوج معالق كبار ديال القرفه اللي تكون جديده يعني قرفه بلديه، عندنا معلقه ونص ديال حبه حلاوه، معلقه ونص ديال النافع بلدي، وممكن تستعملوا حتى النافع بستاني الا كان متوفر عندكم. اكيد غادي نستعملوا 5 دراهم حتى ل 10 ديال المسكه حره، ودائما كيبقى على حسب الذوق وحسب الرغبه ديال كل سيده. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا الكميه ديال اللوز نص كيلو اللي درتو بالقشره ديالو طحنته بخاليني. اما النصف الثاني فانا خليته صاين، يعني النص يعني رابعه احتفظت بها صاينه ورابعه درتها هاشي. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كنحمر معكم 2 كيلو ديال الدقيق فهي كتبقى لنا يعني 2 كيلو لارب. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا غادي ناخذ معكم 2 كيلو لارب ديال الدقيق، كيف ما ممكن تخدموا ب 2 كيلو كومبلي ديال الدقيق في هذه الوصفه هذه فهي كتجي مضبوطه. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يخدموا بالدقيق الكامل فاكيد كيبقى لكم الاختيار، تخدموا بالفينو كيبقى لكم الاختيار. انا كندرج معكم الوصفه كما هي وانتم اكيد ممكن تغيروا اللي بغيتوا، انما
دائما منين ديروا شي حويجات هكا كونوا متاكدين انكم كتحمروهم مزيان، كتنقيوهم مزيان، باش هكا كلشي كيجيكم ما شاء الله. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كندير معكم الكاوكاو والزنجلان، وهنا غنستعمل معكم كذلك كاوكاو الرومي مع اللوز اللي طحنته بخاليني. علاش كنذكر معكم انني طحنت كلشي بخاليني هكا؟ باش كنتجنبوا اننا نضيفوا السوائل بكميات اللي هما كثار. غادي نستعمل معكم في الوصفه زبده سبيسيال، يعني 250 غرام، ضروري ديروها في الوصفه، كتعطي واحد اللوغو اللي خطير. ونهائيا بالنسبه للاخوات اللي كيقول لك انها كتضيع الصفوف، فهذه كلمه اللي هي خاطئه جدا، لان زبده سبيسيال كتعطي واحد اللوغو اللي خطير وكتجي غزاله بزاف. هنا كيف ما قلت لكم 2 معالق كبار ديال القرفه، معلقه ونص ديال حبه حلاوه، نافع بستاني، نافع بلدي اللي بغيتو تضيفوا. وكنضيفوا من 5 حتى ل 10 غرام ديال مسكه حره، يعني 5 6 8 اللي عندكم متوفر، كطحنوها مع سنيده وكتضيفوها. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كنحاول نرمل مزيان ونخدم داك المكونات باش هكا ما نبداش بالاضافه ديال السوائل من الاول. وكيف العاده كنوجه تحيه كبيره للاخوان والاخوات اللي كيخليو لي تعاليق زوينه لهاد المده اللي كنت غابر عليكم فيها. يعني هاد الوصفه كان من المفروض انني نبارطاجيها معكم في الشهر الفضيل، الا انني كنت غابر عليكم لظروف صحيه، ولكن الحمد لله على كل حال. كيف ما كنقول لكم ان شاء الله اكيد غادي نبارطاجي معكم كل شيء في الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله. يعني هذه الوصفه كان من المفروض انها تكون في الشهر الفضيل، الا انها ما كتبش انها تحط. وكيف ما كنقول دائما، وقتاش ما جا الخير كينفع. كيف العاده ما عليكم غير تشجعوني هكا بالبارطاج، وتدعموني هكا بالتعاليق الزوينه والاراء ديالكم اللي كتخليو لي دائما، اللي كتحفزني هكا باش نعطيكم الجديد والمزيد. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا غادي نضيف معكم 3 ديال الكيسان كبار ديال السكر ثقيل. يعني بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يديروا هكا العسل، فاكيد كيبقى لكم الاختيار. فبالنسبه لهنا الكميه ديال السكر كلاصي تقريبا كتبقى من 320 حتى ل 450 غرام. ودائما الحلاوه ما غاديش نعطيكم واحد القياس اللي هو يعني كي كنقولوا مضبوط، حيت كاين اخوات اللي كيبغيو حلاوه اللي هي ناقصه، كاين اللي كيبغيو حلاوه تكون شويه زايده. فبالنسبه لي انا هنا استعملت معكم كيف ما قلت لكم 360 غرام. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يستعملوا كميه اقل، فاكيد لكم حريه الاختيار. واحد الاضافه فانا ما ضفتهاش، يعني بزاف د الاخوات كيضيفوها، يعني كتبقى حريه شخصيه، هي حكه ديال الكوزه ولا واحد نص كوزه الا بغيتو تضيفوها فاكيد ممكن. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كنضيف معكم زبده سبيسيال اللي كندوبها. يعني ضروري انكم تذوبوا الزبده ديالكم حتى كتولي نوازيط، يعني ماشي كتحرقوا هكا الزبده ديالكم، ردوا البال. يعني كيولي اللون ديالها ذهبي اللي هو جميل، عاد كتضيفوها وكتبقاو تعركوا هكا السفوف ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي ما يقدروش يدلكوا، دائما كنقول لكم ديروا الروبو، ديروا العجانه، دلكوا هكا السفوف ديالكم مزيان، فعادي جدا. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا المكسرات اللي بقات ليا مع الكميه، راه كتلاحظوا انها كميه اللي هي قليله، الا انني غادي نضيف واحد الكميه اضافيه. بالنسبه للاخوات نتوما هنا يعني ممكن تضيفوا نص كيلو ديال الزنجلان اللي كيكون محمر، يعني مقاد ناضي، يعني من الديبار تخليو نص طحنو بخاليني، والنص كتخليوه تضيفوه في الاخير. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا الزيت اللي قليت فيه اللوز كنجمع به. بالنسبه لكم الا بغيتوش تضيفوه ممكن تاخذوا هكا الزيت كيف ما كنقول لكم وتسخنوه، عاد كتضيفوه باش هكا الصفوف ديالكم ما كيضيعش. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يخدموا هكا بالزيت بلديه، فممكن خاص الزيت تكون حلوه، انما شخصيا انا ما كنفضلوش بالزيت هكا بلديه، ولكن نتوما كيبقى يعني الاذواق كتختلف وكل سيده دير داكشي اللي كيريحها. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا غادي نبدا نخدم مزيان مزيان هاد الصفوف هذا، يعني حتى كنحس انه ولا كيتشكل معايا بكل سهوله. يعني ضروري انكم كتدلكوه ما امكن، كل ما دلكتوه كل ما غادي يتشكل معاكم يعني بطريقه اللي غزاله بزاف. سواء كنتو غتبريزونطيوه هكا في تبصيل يعني عادي، يعني تقديم اللي هو بلدي، كنتو غتقدموه عادي، فمن الافضل ما تضيفوش كميه ديال الدهون. الناس اللي كيبغيو هكا السفوف يجي شويه مرمل ويجي ناشف. بالنسبه للناس اللي كيبغيوه معلك، يعني ديروا غير هذا القياس اللي عطيتكم، ولا ممكن تنقصوا واحد الكميه اللي هي قليله، واحد نص كاس فقط. لان السفوف فاش كنخليوه هكا في واحد هكا بانيو ولا سطل ولا بواطه هكا، فاكيد هو كيطلق الدهون ديالو. يعني هذه واحد النقطه اللي تردوا ليها البال، باش هكا ما تضيفوش كميه من الدهون اللي هي كثيره بزاف بزاف.
إذا كيف ما كتلاحظوا معايا هكا كيكون الصفوف ديالي واجد، وهكا غادي نقدموا معكم بطريقة اللي هي تقليدية، تزيين اللي راقي كيف ما عودتكم. كنتمنى الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم، وكيف العادة كنوجه تحية كبيرة للإخوان والأخوات اللي يلاه كيلتحقوا بالقناة بالضغط على الزر الأحمر مع تفعيل زر الجرس. بارطاجيو لاشين مع الأهل والأصدقاء والمعارف ديالكم، دعمونا بزر لايك للإعجاب باش هكا الفيديو كيتلونسا عند أكبر عدد من المتابعين. هكذا كتحفزوني دائما نعطيكم وصفات اللي مختلفة ومتنوعة، وتحفزوني على دائما أنني ندرج معكم الجديد والمزيد وما نبقاش نغبر مرة. وكيف العادة كنشكر الإخوان والأخوات اللي كيدعوا معايا سواء في مواقع التواصل سواء هنايا، كنقول لكم الله يكبر بكم ويعطيكم ما كتمناو. بالنسبة لهاد الصفوف هذا الطريقة ديال الاحتفاظ يعني الطريقة اللي هي عادية بالنسبة للناس القدام، فهما كيديروه في سطولة وكيخبعوه في لاكار. أما حاليا يعني كاين الجو بارد، الأخوات إلا كانوا كيخافوا أن السفوف ديالهم يضيع، فممكن تاخدوا هكا واحد سامسونيت يعني واحد العلبة محكمة الإغلاق، كديروا هكا إما تقرصوه وتقطعوه على شكل مرسوات وكديروا الفيلم أليمونتيغ ما بين كل طبقة وطبقة وتدخلوه للمجمد، كيف ما ممكن تحتفظوا به غير في البلاكار يعني عادي جدا. كيف العادة ما سخيتش بكم، وصفتنا كانت عبارة عن صفوف ملكي هماوي 100% بمكونات لي سبيسيال، شي حاجة اللي توب دو توب كيف ما عودتكم دائما. إذا متابعين الأوفياء وصفتنا وصلت لنهايتها، وكيف العادة دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله.